حكيمي يحرك الخيوط والزلزولي في قلب العاصفة. في كواليس سوق الانتقالات لم يعد أشرف حكيمي مجرد قائد داخل رقعة الميدان مع باريس سان جيرمان، بل تحول إلى عنصر مؤثر في رسم مستقبل النجوم المغاربة. محاولاته لضم عبد الصمد الزلزولي إلى باريس لم تعد سرا، خاصة بعد تغيير اللاعب لوكيل أعماله في خطوة اعتبرها كثيرون تمهيدا لانتقال كبير. لكن الطريق ليس مفروشا بالورود، فالنجم المتألق مع ريال بيتيس بات هدفا واضحا لنادي ليفربول الذي يستعد لتقديم عرض ضخم قد يصل إلى 45 مليون يورو لتعويض رحيل محمد صلاح. بين نفوذ حكيمي وإغراءات البريمير ليج يقف الزلزولي أمام مفترق طرق قد يغير مسيرته بالكامل. ليل يشعل السوق، وموهبة مغربية تشعل أوروبا. في خطوة صادمة قرر نادي ليل وضع سعر خيالي يصل إلى 80 مليون يورو للتخلي عن نجمه الصاعد أيوب بوعدي. اهتمام أندية عملاقة مثل ريال مدريد، مانشستر سيتي، تشيلسي وباريس سان جيرمان يعكس قيمة لاعب لم يتجاوز 18 سنة، لكنه يلعب بعقلية نجم مخضرم. ورغم الضجيج يلتزم اللاعب الهدوء في انتظار القرار الكبير. الرجاء يسبق العاصفة بخطوة استباقية. في ظل فوضى السوق اختار الرجاء الرياضي التحرك بهدوء وحكمة. مفاوضات متقدمة لتجديد عقود آدم النفاتي، صابر بوغرين وعبد الله خفيفي. رسالة واضحة: الاستقرار أولا قبل أي مغامرة. كان 2027 على حافة الخطر. أطلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحذيرا شديد اللهجة للدول المنظمة لكأس إفريقيا 2027. تأخر في البنيات التحتية يهدد مشروع باموجا، وموعد غشت 2026 سيكون حاسما. في حال الفشل تظل جنوب إفريقيا جاهزة لخطف التنظيم في أي لحظة. تستعد جماهير الكرة المغربية لمواجهة مشتعلة بين الكوكب المراكشي والوداد الرياضي. الإقبال الجماهيري الكبير فرض رفع حصة جماهير الوداد إلى 5000 تذكرة، ما يعني ليلة كروية صاخبة حيث لا صوت يعلو فوق صوت المدرجات. بين دهاء الصفقات وصراع الأندية وضغط الجماهير تدخل الكرة المغربية مرحلة حساسة عنوانها: القرارات الكبرى لا تتخذ داخل الملعب فقط، بل خارجه أيضا.